حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد وهنخزن مع بعض الكرنب، وهقول لكم على تكات وحاجات تخلي الكرنب معاكي يقعد من السنة للسنة. حاجات بسيطة جدا جدا بس بتفرق في تخزين الكرنب، هقول لك عليها ان شاء الله في الفيديو ده. ما تنسوناش بقى باللايك والشير وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم. هنبدا اول حاجه هنقطع الكرنب. كنا طبعا عارفين احسن وقت تخزني فيه هو التوقيت ده. خلاص بقى يعني بدا الكرنب اللي هو البط يطلع والبلدي هيبدا يشتغل طبعا من السوق، وداخل علينا كل سنه وانتم طيبين. شهر رمضان شهر مفترج، في ناس كتير بتحب تخزن لرمضان، يعني بتحب تخزن خضار والحاجات دي في رمضان. وبصراحه ربنا انا خزنت، يعني خزنت الباميه، خزنت قبل كده السبانخ، وخزنت البسله والهذا الان عندي منها من السنه اللي فاتت. السبانخ خلاص لسه خلصانه. اقسم بالله الخضار بيطلع تحفه، يعني الحاجه اللي بتتخزن من السنه للسنه طريقه التخزين طالما صحيحه تقعد معاكي تحفه، تطلع كانك لسه جايباها ولسه عاملاها حالا. بصراحه فرق معايا جدا في تخزين البسله، والله العظيم كان تحفه. انا ما اشتريتش كيلو من بره السنه دي. السنه اللي فاتت كانت رخيصه، السنه دي ادينا شفنا الحاجه اسعارها عاليه قوي جدا السنه دي. فطبعا اللي خزنته السنه اللي فاتت نفعني السنه دي. هبدا بقى هخزن الكرنب. انا خزنت الكرنب ده قبل كده بس ما رفعتوش على القناه. طريقته سهله جدا بس وبصراحه ربنا هو اليومين دول خلاص اخر حاجه يعني موجوده في السوق اللي هو البلدي ده اخر حاجه خلاص. هيبدا بقى يبقى موجود بعد كده البط، يعني بيبدا خلاص يخلص من البلدي يخلص من السوق، اللي هيبدا بعد كده يبقى موجود هو البط. فهبدا طبعا هقطع. انا حطيت ميه على النار. طبعا الورق الاخضر ده انا كله برميه، ما عدا يعني مثلا ايه ورقه سليمه زي كده بخليها ماشي. فببدا اقطع بقى الكرنب، بس هنزل كده في الارض عشان اوسع لنفسي مكان. بصوا هشيل بقى الراس كده، بصوا داير ما يدور كده والف الراس كده. انا هقرب لكم الكاميرا شويه. بس والف، بصوا الف عليها، شايفين؟ بصوا بلف بقى السكينه كده لحد ما تطلع قلب الكرنبايه كده بالراس كلها، علشان تسلك لي الكرنبايه من بعضها. انا بسلكها كلها كده من بعضها. ساعات على فكره لو عندي حله كبيره قوي تكفي الكرنبه كلها اكيد هسلقها كلها زي ما هي، هيكون افضل، لان مش هتهدري ولا ورقه ولا هتهدري حته صغيره قد كده. ليه؟ لان بتدخليها زي ما هي على وشها. وبعد كده انا في واحده انا عاملاها كده، يعني حاولت اصغرها كده ورحت سألها لكم بنفس الطريقه برضو علشان تشوفوها. يعني انت ممكن تسلقي الكرنبايه لو عندك حله تكفيها، تسلقي الكرنبايه كلها، بتبقى محتاجه حله كبيره. افرغ بقى الورق كده، بس مش هرمي الورق الاخضر طبعا. الورق الاخضر بحطه في قاع الحله، وبصراحه يعني بيبقى طعمه حلو بصراحه. وبحطه كمان في قاع الحله عشان ما يلسعش الكرنب من تحت وهو بيستوي. هطلع بقى البواقي دي كده اروق حواليا كده. انا مصوره لكم الفيديو ده الساعه 7 الصبح، يعني انا بدات اصور الفيديو ده الساعه 7 الصبح ومنتجه برضو بدري. آمم، عملت بقى كده خلاص فرغت. بص هي بتطلع من بعضها ازاي. اول ما تشيلي الراس بتاعتها بتبص تلاقي كرنبايه اتفرغت معاكي لوحدها تلقائي كده، شايفين اتفرغت معايا لوحدها ازاي. بس كده المي بقى الورق الاخضر ده وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده قطعت الكرنب بتاعي. هبدا بقى كده اخش على النار. دي طبعا مفرغه كلها وانا بحطها في الحله بس عشان ما شاء الله. فانا بخش على النار. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني على البداية. جينا على النار، حاطه حلتين مليانين ميه علشان انجز وقتي وما اقفش كتير على النار. رحت حاطه فيها، عصرت في كل حله نص ليمونه، معلقه كمون ومعلقه ملح. معلقه الكمون ونص ليمونه علشان الغازات، والكمون عشان الغازات بتاعه الكرنب والريحه اللي بتبقى في الكرنب. خزني الكرنب بالطريقه دي ومن السنه للسنه مش هتشم ريحته خالص في الفريزر خالص، اقسم بالله مش هتشم له ريحه نهائي في الفريزر. بدخله بقى النار سوى الكرنب، ما بيسلقهوش السلوى بتاعنا العادي اللي احنا بنسلقه ونقعد نحشيه ونسويه في نفس اليوم. لا،
انا بسلق الكرنب بتاع التخزين، بدخل النار زي ما انتم شايفين كده، بلمسها بالميه السخنه واروح مطلعاها، يعني ابل الورقه، الفرع او الورقه بتاع الكرنبايه بالميه السخنه واطلعه مباشره. شايفين انا ما بخليهوش، انا حتى يعني صورت لكم كتير وما بقتش احاول يعني افصل الكاميرا عنكم شويه، بس مجريه لكم المقطع، بس بوريكم انا بدخلها وبطلعها ازاي. يعني انا بدخل واروح لفاها في الميه السخنه واروح مطلعها، شايفين يا دوبك بس تدبل كده وتنزل الميه واروح مطلعها. لكن سلق لا، تحس ان الورقه لسه خضره كده، انا عايزاها كده، لان انت هتقعد معاكي في الفريزر فتره كبيره، ووقت ما تحتاجيه تطلعيه تلاقيه زي ما هو، مبقاش مهري منك. فدي اسهل طريقه واحسن طريقه اللي انت تخزني بيها الكرنب. بصوا بقى دي نزلتها زي ما هي الفرع ده، نزلت واحده منهم زي ما طلعت منها بس فرعين لان الحله صغيره فعلا. شوفوا ببدا، بصوا بتطلع بكل سهوله، بتتفرغ معايا ازاي. يعني لو عندك حله كبيره هتدخلي الكرنبايه بس كل سهوله هتطلع معاكي، بصوا مسلوقه ما فيش منها ورقه مهدره، ولا ورقه تترمي منها بالطريقه دي. خلاص خلصت الورق الاخضر برضه، خلاص سلقت الكرنب كده تمام، حطيته وصفيته خالص من الميه، وهبدأ بقى كده اقطع الكرنب بتاعي اللي بنقله هنا، احطه في مصفى علشان يتصفى، عشان اشتغل على طول. هاتي بقى صواني اللي عندي كلها اللي هنرص فيها، ارص بقى في الصواني كده. وبعد كده اول حاجه هعملها يعني بعد ما اقطع خالص، اجيب بقى الاطباق الفل اللي زي دي، انا هخزنه في اطباق زي دي. في ناس بتخزنه في شنط، يعني ترصوا كده في اكياس كده وتحطوه، بس انا الافضل ليا ان الاطباق تبقى فوق بعضها في الفريزر. حبيت اطلع الطبق بطبقه كده افضل. بصوا بقى هبدا اقطع بقى كده واسويه كده. بصوا بفردها الاول كده وتبقى مظبوطه بالشكل ده. انا هوريكم كام واحده كده معايا بس وانا بقطعها، وبعد كده هعمله انا بقى مع نفسي كده يعني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هبدأ بقى بسوي الفرع الأول كده بتاع الكرومبا، بتاع الورقة بتاعتي، بسويه وبعد كده بقطعه يعني على قد الصابع. شايفين أنا بوريك ورقة يعني قد عقلة الصباع بالظبط بالظبط، كله هيطلع سوا واحد. وبعد كده يعني بقطعه الأول بالشكل ده، وبعد كده بقعد أقطعه ورق فوق بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابدا ارصه. هرصه الاول يعني هرجع بعد ما حطيته في الورق ده، لا هرصه في المصافي يتصفى خالص من الميه اللي فيه، وبعد كده هبدا ارصه في الاطباق بتاعته اللي هحطها في الفريز او الاكياس. على فكره انا خزنته قبل كده في الاكياس كان جميل جدا، ما كانش فيه اي مشكله. يعني لو حابب يخزن في اكياس مش شرط الاطباق. انا عملته عشان عند الفريزر صغير، فحبيت ان الاطباق تكون فوق بعضها ما تعملش عندي مسافه ولا مساحه في المكان غير الاكياس. فلو عايزه تخزنيه في اطباق في اكياس عادي جدا هيتخزن معاك وهيبقى جميل جدا طبعا. انا خزنته قبل كده في اكياس كان جميل جدا والله. وعشان تكونوا عارفين التخزين الكرنب والله العظيم ما فيش ريحه. الناس بتقول بيبقى فيه ريحه في الفريزر، بيبقى فيه ريحه لما باجي اطلعه بيبقى طعمه متغير، والله ولا اي حاجه. انا كانك لسه سلقاه، هتجربيه وهتلاقيه بنفس الطريقه. هنا بقى طبعا بدات اقرب لكم الكاميرا اوريكم. بصوا انا يعني بقطع حبه كتار كده، وبعد كده ببدا ارص فوق بعضه، يعني بقطعها زي سوا بعضها. وبعد كده ببدا اقطع الورقه على قد اللفه بالظبط، على قد الصابع، يعني ببدا اسوي الورقه على قد الصابع. بصوا ما بتهدرش معاك ورق، بتبقى الورقه سوى الورقه، الصابع سوى الصوابع، بتبقى بصراحه جميله جدا. شايفين بقطع كده شويه كتار. هنا منى كانت عامله لي ينسون كان زور وجاني، ومعلش برضو عذرا لصوتي، انا مسجله الفيديو ده بدري الساعه 6 الصبح، فكنت لسه صاحيه من النوم يعني. بصوا اوريكم انا بقطع الورقه ازاي. موضوع سهل قوي. حاجات بتوفر عليك الوقت في رمضان، بتكون حلوه قوي في العزومات لو انت حابه مثلا تعملي بقى محاشي، والحاجات دي بتبقى كتير في رمضان. خلصنا بقى الكميه بتاعتنا، هبدا بقى اغلفها. حتى العروق عملت لها طبق كده، طلعت العروق البيضه الصغيره اللي طعمها مسكر دي،
وخليتها علشان بحب احطها في قاع الحلة من تحت. شايفين عملت رصة بس ورق اخضر والباقي وتلاتة ابيض. انا كنت ممكن اعمل 20 طبق، يعني التلاتة كانوا ممكن يقطعوا لي اكتر من الاطباق دي بكتير، بس انا عشان المساحة عندي في الفريزر، يعني انا كنت ممكن اعمل الطبق على قد اللفة، على قد الحلة بالظبط، يعني اعمل الكمية اللي هعمل بيها الحلة بالظبط واطلع الطبق بطبق، بس انا عندي المساحة في الفريزر صغيرة، فحطيت على قد ما اقدر، يعني كترت في الطبق وزي ما انتم شايفين، وخلصت الكمية كلها وغلفته بالشكل ده. شايفين بقى ما شاء الله، يعني من السنة للسنة تعمليه توفري على نفسك وقت، اي خضار خزنيه توفري على نفسك وقت ومجهود. وكمان الاسعار، انا بسلة جايباها السنة اللي فاتت وتخزين ب6 جنيه، السنة دي ب15 وب17 جنيه قسما بالله، وكنت جايباها السنة اللي فاتت ب6 جنيه، وعندي لسه في الفريزر مخزناها وبزي ما هي. توفري على نفسك وقت ومجهود واسعار. استودعكم في رعاية الله ومع السلامة.